طبعا احنا وقودنا في هذه الرحلة والصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمالك بكماله. أي حد بيتابعنا في كل مكان بنقول له يلا آن الأوان تقوم، آن الأوان تفوق، لأنه كفاية ألم وكفاية وجع. فأي حد بيبدأ معانا يقول لي اسمه من أنهي بلد ومستعد معايا لرحلة التعافي، واللي هيصلي على النبي هيعتبره مستعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمالك بكماله. نبدأ مع بعض هذه الرحلة الجميلة. تخلي وتحلي وتجلي. أحسنت يا رشا، أخبارك كيف رحلة التعافي؟ طمنينا عليك. وأخبار رؤية إيه؟ رؤية عاملة إيه يا رشا؟ طمنونا عليكم كده الناس الجميلة المحترمة اللي بتتابعنا. عليه الصلاة والسلام. أحسنت. أي حد يدخل يقول لي اسمه وناني بلد ومستعد معايا رحلة تعافي، وبيتابعنا الحمد لله من كل مكان في العالم ولسه بادئين. ودي مش شطارة مننا لكنه فضل من الله، عشان ربنا مش عايزك تفضل بنفس الوضع، عشان ربنا مش عايز اللي كان بيتعمل فيك. فيلا بينا نبدأ هذه الرحلة الجميلة لإخواتنا في كل مكان. أي حد بيدخل يقول لي بيتابعنا من إمتى، وهل بيتابعنا من الأول ولا لسه بيتابعنا لأول مرة. يلا يا جماعة، واللي هيصلي على النبي أنا هعتبره مستعد معانا في رحلة تعافي حقيقية لكل اخواتنا الحلوين اللي بينورونا في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. نبدأ مع بعض هذه الرحلة الجميلة في أحلى أيام إن شاء الله. تبدأ إن شاء الله من بكرة بإذن الله، بعد بكرة إن شاء الله العشر الأوائل من ذي الحجة. فهنبدأ مع بعض. رشا، انا طبعا عارف يا رشا. انت من امتى؟ انت عارفه التاريخ كمان؟ انت شهر 3/24. ياه، هو انا بدأت 3/24؟ طب كويس والله. دي كانت الرحلة الأولى اللايف. الرحلة الأولى انت دخلتيها معانا يا رشا، انت دخلتي من الرحلة الأولى. دي تاني رحلة بنعملها. عملنا رحلة أولى في رمضان اللي قبل اللي فات، والرحلة التانية عملناها في رمضان اللي فات. كل رمضان بنعمل رحلة. فيلا بس. وخدنا الرحلة ما خدناش وقت فيها، خلي بالكم، خدنا بتاع حوالي يعني فترة قليلة. خدنا وقت قد ايه يا رشا في الرحلة الأولى؟ هي كلام من القلب بنعمله لوجه الله تعالى، وليس صدفة دخولنا في هذا اللايف، وليس صدفة وجودك، لكنه من عند الله، عشان ربنا مش عايزك تفضل بالوضع اللي انت فيه. موجودة الشجرة، ما انا صورت كذا مرة يا رشا. انت محضرتيش معانا ليه؟ حضرتي معانا من قريب، صورنا عند الشجرة الخضراء والسما، وصورنا عند كل مكان. حضرتي معانا ولا لأ؟ مشوفتهاش بالك قد ايه الشجرة؟ الحمد لله يا رشا، الحمد لله. ده مفيش مشكلة. انت عشان منورانا انا اوريك الشجرة دلوقتي. استني معايا بس، لو انت فاضية اوريها لك. نفكرك بالرحلة التعافي الاولى. ما انا عارف ان انت بترجعي، ده دليل على ان انت انسانة جميلة، يعني بترجع عشان تدعم اخواتها. هتلاقوا هنا ناس ولاد اصول قوي زيكم، ناس عانت في حياتها وتعبت وابتسمت وقالت الحمد لله رب العالمين. تستحق التقدير فعلا. هنبدأ مع بعض هذه الرحلة. الناس الجميلة اللي بتتابعنا في كل مكان بنقول لها يلا نبدأ هذه الرحلة الجميلة. اخواتنا في كل مكان اللي بيتابعونا بنقول لهم صلوا على النبي كتير في هذه الأيام. قولوا يا رب بجد الحمد لله ربنا عوضني في أقل من سنة، الحمد لله جبرني وكرمني، الحمد لله. شفتي بقى ربنا كريم أوي يا رشا والله. الحمد لله رب. رشا كانت معانا في الرحلة الأولى. أكتر حاجة مرت عليكي كانت صعبة ايه؟ قدرتي تعديها ازاي يا رشا؟ عشان في ناس مش عارفة تعدي. قولي لهم أسهل طريق ايه أكتر حاجة كانت عائق بالنسبة لك أو كانت صعبة وقدرتي تعديها الحمد لله؟ انتكاسات وتحديات طبعا. أنا فاكر انت كنتي داخلة، كنتي في فترة صعبة جدا. ربنا يكرمك يا رشا وهيكرمك بإذن الله. انت تستحقي كل خير، وصدقيني العوض كبير. هو فعلا يعني طلاق المرأة ده بيبقى كسر كبير، بس ما بيقدروش يعني عمرك ما تنكسري. هو الطلاق نفسه كسر، لكن ما تنكسري أبدا. الحمد لله ربنا. والخذلان من كل اللي حواليك، من أقرب الناس، أنا عارف. وده إحساس صعب جدا يا رشا، بيبقى خذلان من أقرب الناس. بتفتكر إن أنت لما هتبص حواليك هتلاقي مثلا ايه بين الوجوه اللي حواليك، هتلاقي أعدائك، ما بتلاقيهمش، بتلاقي ايه أقرب مليك للأسف.
اقرب مليك بتلاقيه في الوشوش اللي حواليك للاسف. وربنا عوضك الحمد لله. عملت ايه بقى؟ وفضلت لوحدي وبنتي وربنا ونعم بالله. قولي للناس كده برافو. انا يعجبني اوي الناس اللي زي رشا بيرجعوا تاني. انا عايز الناس اللي ترجع عشان تدعم اخواتها. فهو ده اللي احنا بنقولك عليه، بعد ان شاء الله ما تتعافى وتفوق وتقوم على رجلك وتبدا من جديد، حاول تدعموا اخواتكم تاني، تدخلوا تقولوا للناس ان انتوا قدرتوا تقفوا على رجلكم وقدرتوا تقوموا تاني بعد العناء الكبير والعطاء الكبير اللي انتوا مريتوا بيه. يلا بينا نبدأ. نجحت ووقفت وما اتكسرتش، قرب ربنا وقيام الليل اللي بقى فرض اساسي. احسنتي. هو ده عملت الحاجات دي. طبعا دي بداية رحلة التعافي معانا. طبعا موضوع ان هي تقيم الليل ده، لما بتقيم الليل ركعتين في الليل الصامت ده اللي بتلاقي الدنيا ضلمة فيه، يعني تلاقي نفسك قافل عليك الباب وقافل عليك النور وبيتك منور من فوق، الملائكة شايفاه منور، سبحان الله. ده دليل على ايه؟ ده دليل على ايه؟ ان ربنا يعني ان انت مميز عند الله سبحانه وتعالى. يعني لما الملائكة يشوفوك كده فانت مميز من عند الله سبحانه وتعالى، فانت هتقدر تعدي. مهم جدا ركعتين قيام الليل، لان ربنا بيقول لك هل من داعي فاغفر له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من داعي فاستجب له. هيفرج همك. فدعوة من دول هتلاقي نفسك في حتة تانية، زي ما رشا ربنا عوضها وكرمها كرم كبير في أقل من سنة، الحمد لله رب العالمين. شيماء، أنا كنت حاسة بشيء ناقص، أقمت الليلة وصحيت حسيت روحي رجع. الحمد لله شيماء، أحسنتي. أعتقد إن أنا فاكر حاجة زي كده، بس يعني مش متذكر قوي، لان كان معانا ناس كتير طبعا، وانا مش متذكر بالظبط، لكن انا اعتقد حاجه زي كده. طبعا قيام الليل بيفرق معاكم كتير قوي، هيغير حياتك بجانب استغفار وصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا سيدنا محمد ندى شجرة جات له ورجعت تاني مكانها. ده دليل على ايه؟ دليل على ايه؟ ان كل حاجة بتذكر ربنا، بتستغفر، بتصلي على النبي، بتقول سبحان الله. فتخيل انت لو بتعمل كده على طول، لو انت ماشي في مكان فيه شجرة ولا حجر ولا اي حاجة بتعدي منه على طول، فبيشاور عليك ويقول اهو اللي جاي اللي بيذكر ربنا، اهي جاي اللي بتستغفر. ما انت بتعدي من نفس المكان كل يوم. فمهم جدا تعمل كده، هتفرق معاك في رحلة التعافي، وهتفوق وهتقوم على رجلك بعد العناء والعطاء الكبير. صدقني، ولا يهمك ولا يهزك اي حد حواليك، ما يهزكش ولا يهمك اي حد حواليك، ما يهزكش اللي خذلك، ما يهزكش اللي ظلمك، مهما وصل برضه ما بيتشافش ولا هيتشاف. الناس دي ما بتتشافش شويه ومش تبقى شايفهم، لان الاسويه ما بيتشافوا، اللي مش اسويه ما بيتشافوش. اي حد مش سوي ما بيتشافش، مش ما بيشوفوش. ولاد الاصول ما بيشوفوش، عشان تبقى عارف ان انت بعد ما تتعافى من الخذلان والالم والوجع وسبحان الله تبقى شخص تاني، هتبقى شخص تاني. او رشا ايه؟ رشا انت كنت ازاي قبل ما تتعافي ودلوقتي بقيتي ازاي؟ قولي لهم. ازيك يا اسماء؟ قولي لي عامله ايه في رحله التعافي، وقولي لي بتتابعينا من امتى ومعانا من الاول وايه اللي حصل وعامله ايه في الرحله. رشا بتقول لك انا كنت تعبانه من سنه وربنا عوضني الحمد لله في اقل من سنه. هتلاقوا ناس جميله زي باشمهندسه رشا كده معانا في رحله التعافي، سبحان الله. لان دي مش شطاره مننا، لكنه فضل من الله سبحانه وتعالى، عشان ربنا مش عايزك تفضل بنفس الوضع، عشان ربنا مش عايز اللي كان بيتعمل فيك، عشان ربنا كان سامع وشايف ترتيبهم عليك، لان اللي كان بيحصل ده لا يجوز. انتوا صبرتوا كتير قوي صراحه، صبرتوا كتير. ايوه رشا بتقولك كنت عايشه ميت وبعدين ربنا كرمها فجاه. ليه؟ لان انت كان عندك استعداد للتعافي، فجاه قررت تسيب الوجع. قررت، لان لازم يبقى عندك استعداد عشان تقوم. ولقيت ناس جميله زيكم ولاد اصول كده جنبها بعد ما كل الناس تخلوا عنها. فالحمد لله رب العالمين. دي مش شطاره مننا، لكن بنقول لكم ان انت مش لوحدك. هو دي غرض رحله التعافي، ان احنا بنكلمك كلام من القلب، بنشارك تجاربنا، بنقول لك انك مش لوحدك بس. خلصت. ايه بقى؟ ايه الصعوبه في كده؟ هل ده صعب؟ ده كلام من القلب من عند الله سبحانه وتعالى، ومش شطاره. وسبحان الله دخلنا صدفه وكانت ليست صدفه، لكنه فضل من الله، عشان ربنا مش عايزك كده، عشانك انت، عشان ربنا شايف انت تعبان قد ايه. فالحمد لله هتقوم وهتفوق، بس يكون عندك استعداد. هناخد معانا الناس المستعده في رحله التعافي. عملنا لكم زي كوكب صغير لاولاد الاصول، وعاملين رحله على الفيس قويه ان شاء الله برضو، حاولوا تنضموا ليها، وعلى اليوتيوب
طبعا السوشيال ميديا كلنا موجودين عليها بقوة، موجودين عليها بقوة الفترة الجاية بإذن الله. دعواتكم عشان نوصل لأكبر قدر ممكن من إخواتنا الحلوين، الناس الجميلة المحترمة. الله يخليك يا رشا. الناس المحترمة الجميلة اللي زيكم في كل مكان عشان نجيبهم ونوصلهم لأكبر قدر ممكن. ازيك يا أحلام؟ أخبارك إيه؟ وسنة جديدة عليك حلوة كده بإذن الله. كان عيد ميلادها أول امبارح تقريبا. أحلام سنة طيبة يا أحلام، صاحب رسالة ومحتوى محترم. الله يخليك يا رشا، وإن شاء الله يا رب رسالتنا توصل على خير. هتوصل إن شاء الله. هنحاول إن شاء الله نبقى متواجدين. احنا طبعا الفترة اللي فاتت فضلنا فترات مش موجودين، فإن شاء الله ربنا يكرمنا كده ونقدر نبقى موجودين عشان نوصل لأكبر قدر من الناس ورسالتنا توصل بهدفنا الكبير السامي. وهنوصل بإذن الله، مش شطارة مننا لكنه فضل من الله، عشان ربنا فعلا ناس كتير قوي محتاجة هذه الرحلة الجميلة. زي ما قلت لك ده مش صدفة، هي كانت صدفة في الأول إن إحنا بنشارك تجاربنا مع بعض، وفجأة بقت مش صدفة، لأن حسينا قد إيه إن ربنا أراد هذه الرحلة لناس كتير. والحمد لله جات لي بشرة جميلة من تغريد. ربنا يكرمك يا تغريد. كانت بتعاني الفترة اللي فاتت للمرة التانية، إن هي كانت الفترة الأولى يعني مرت بظروف صعبة جدا. من أكتر الناس اللي أنا واثق قد إيه هي مرت بحاجات صعبة جدا، سواء على مستوى الصحة أو على المستوى الشخصي أو على جميع المستويات. فربنا كرمها وعوضها، وكرمها وكرمتنا من الكعبة السنة اللي فاتت، او مش فاكر السنه اللي فاتت ولا اللي قبليها، بس اعتقد السنه اللي قبليها كلمتنا من الكعبه ان هي بتحج، وقالت لي ان ربنا عوضها وكرمها وبتحفظ قران، وكانت فاتحه مركز لتحفيظ القران. وربنا كرمها كرم كبير في رحله وهي معانا في رحله تعافي، ودخلت بشرتنا وبشرت اخواتها ودعت لنا صراحه كلنا، وقالت الحمد لله ان احنا كنا مع بعض في رحله تعافي، ودعت للكل بالتعافي. فهي دعوتها جميله. فالنهاردة الحمد لله رب العالمين يعني باركولها برضو المرة التانية. هي كانت مرهقة جدا، لأن مرت بقى بظروف صعبة مرة تانية. بعد طبعا انتوا عارفين الإنسان بين شوية صعب على شوية سهل على عوض، ف على فترات متباعدة. طبعا هي تعوضت بعد فترة طويلة والحمد لله رب العالمين، بس مرت بظروف صعبة في آخر وقت ده. لكن الحمد لله رب العالمين النهارده بشرتني وبعتت لي وهي مبسوطه جدا. قالت لي الحمد لله رب العالمين، انا حسيت النهارده ان ربنا مش سايبني وماشي معايا خطوه بخطوه، جبر خاطري وانا مبسوطه قوي. قالت لي انا حبيت ان انا افرحك اول واحد. وانا طبعا حقها علينا ان احنا نقول ان هي انسانه اصيله وبتدعي للجميع وفيها شيء خير غير طبيعي، لان هي بتحفظ قرآن وحفظت القرآن كله. ربنا اكرمها بحفظ القرآن كله وتعليمه للناس عشان ربنا يكرمها بإذن الله. بشرتني ان هي ان شاء الله طالعه حج باذن الله، ان شاء الله طالعه حج. فقالت لي الحمد لله ربنا كرمني المره التانية بالحج، فدعواتكم ليها ووصيتها ان هي تدعي لنا باذن الله وربنا يكرم باذن الله. فربنا بيكبر خاطرها عشان العناء اللي هي مرت بيه في حياتها والتعب الكبير. فقالت لي ربنا كان ماشي معايا خطوه بخطوه، واتريني مش حاسه الفتره الاخيره دي كنت متألمه قوي بعد الظرف. حصل لها ظرف صعب جدا جدا، فكانت بتعاني، وفجأة ربنا راح جابر خاطرها وقال لها لا احنا معاكي، قال لها اطمني، قال لها تعالي قربي في الكعبة وتدعي لنا بإذن الله هناك بإذن الله جميعا. إن شاء الله تخش معانا في وقت، وهقول لها تخش معانا في لايف بإذن الله. هبعت لها اقول لها تدخل معانا نحدد وقت بس، وان شاء الله يعني تدعي لنا جميعا ان شاء الله. كل رحله التعافي معانا كل ولاد الاصول، لان انا عايزكم تفوقوا. احلام ما شاء الله عليها، والله ما فيش عوض احسن من تقرب لله. وادعي لي انا كمان اعمل عمره ولا حج، ربنا يكرمك ان شاء الله ندخلها معانا. وهي احتمال اكيد هتخش معانا من الكعبه ان شاء الله، نظبط معاها ان هي من عند البلد الجميلة اللي فيها الكعبة المشرفة وفيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. جميلة بصراحة، واحساس جميل. ان شاء الله ربنا يكرمها وتدعي لنا هناك يا رب، ونحاول ندخلها معانا بإذن الله. هي من نفسها بتخش عشان هي شايفة حاجة جميلة في رحلة التعافي. نونا مش عارف، فيديوهات بتطبطب عليا، والله انا في كرب شديد. ربنا يكرمك ويفرج همك من قلوبنا، بندعيلك ويا رب يفرحك ويعوضك بعد التعب الكبير، ويبقى معاكي في الفترة دي وهيطبطب عليك يا الله سبحانه وتعالى
وهيريحك قريب، بس ثقي فيه وقربي منه. هو مفتاحنا، هو القرب من الله. والبداية معايا تقول الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها، حسبي الله ونعم الوكيل. مرة واحدة بس ربنا يقول لك لأنصرنك ولو بعد حين. يلا بينا نبدأ هذه الرحلة الجميلة. لإخواتنا اللي بيتابعونا في كل مكان، دعموا اللايف عشان يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس الجميلة المحترمة. بنحييكم وبنقدركم، وفعلا انتوا ناس جميلة ومش موجودة كتير في هذه الدنيا. انا بقول لك هتتعوض، هتتعافى، هتقوم. كل المطلوب منك تثق في نفسك وتبدأ معانا وتقول لي انا مستعد، او تصلي على النبي، لان وقودنا في هذه الرحلة هو الصلاة على النبي. احنا بندعمك لوجه الله، من القلب للقلب، كلام من القلب، من خلال تجارب حوالينا. بنقول لك ان شاء الله هتفوق، هتقوم، هتبدأ من جديد. الله معك، الله معك، اللي احسن من اي حد. محدش يقدر يهزك، اوعى تخلي حد يهزك. بمنتهى القوة تعرف قوتك وتعرف قيمتك الحقيقية. هما يحاولوا يوصلوا لك ان انت ضعيف. انت مش ضعيف، انت مش ضعيف، انت نضيف. انت مش ضعيف، انت نضيف. قول لهم كده، قول لهم من غير ما تقول لهم، قول لهم من غير ما تقول لهم، عشان شوية ومش هتبقى شايف. شوية ومش هتبقى شايف. بعد ما تتعافى من الخذلان والوجع والألم، وسبحان الله هتبقى شخص تاني، هتبقى شخصية أحسن من الأول، لأنك اتغيرت، عينك فتحت، ربنا علمك، اللي علمك ملك الملوك، بقيت شخصية أحلى. مع ان انتوا اصلا حلوين، يعني سبحان الله، يعني بقيت شخصية اقوى واتقل واحلى واجمل، مع ان انت اصلا جميل. يعني انت كنت جميل قوي، ولاد اصول قوي، سبحان الله بتزداد جمال. لكن هما شويه ومش تبقى شايفهم. الناس دي ما بتتشافش. اصل ولاد الاصول هيشوفوا ازاي اللي مش اسوياء؟ ما دول مش اسوياء، هتشوفهم ازاي؟ فدول ما بيتشافوش، يطمنوا. والله لو وصلوا لايه، مش ما بيتشافوش يا عيني، ما بيتشافوش. فما تشغلش بالك بيهم، ما تشغلش بالك بيهم، ما تخليهمش يهزوك. اصل هما بيحاولوا يهزوك، بيحاولوا يضعفوك، بيحاولوا يوجعوك. بص، هو باصص لك. فالناس اللي هي باصه في عيشه غيرها، الناس اللي هي شاغل باله بيك. طب انت شاغل بالك بيه ليه؟ ما انت افتريت، ظلمت، خذلت، عايز مني ايه؟ هو انا عشان دايما بنور طريقك وكنت بنور طريقكم؟ اي حد بتكلم على الناس اللي اتخذت واتظلمت، ناس يعني عملتوا كل حاجة للناس دي وبرضه ما عجبهمش. فهو انا عشان انتوا ناس ولاد اصول وناس محترمة وجدعة ومش شايفينهم، انتوا شاغلين بالكم بينا ليه؟ متشغلوش بالكم بولاد الاصول، خليكم في اللي انتوا فيه، خليكم في اللي انتوا فيه، عشان احنا مش شايفين. شوية ومش هتبقوا شايفينهم الناس دي. بعد هيرجعوا لك وهتشوفهم وهتتخطى، وفجأة هيظهروا سبحان هتضحك ضحك. انت فجأة سبحان الله بعد ما بتتعافى بتلاقيهم يظهروا. اول ما بتثق في نفسك وتبدأ تقوم وبتتعافى هتلاقيهم يظهروا. سبحان الله، سبحان الله. هتضحك ساعتها، هتقول معقولة انا كنت بشوفهم؟ هتستغرب ساعتها، هيصغروا، هيفضلوا يصغروا يصغروا لحد ما يبانوا على حقيقتهم اللي انت ما كنتش شايفها. بالنسبة لك هو كل واحد ليه اللي زيه، لكن انتوا ناس ولاد اصول عايشين في حياتكم، عايزين تقوموا على رجلكم، عايزين تبداوا من جديد، عايزين تنسوا اللي فات. احلام هي بتقول لك سبحان الله، صح كلامك صح، بقيناش شايفينهم. حتى رسائل اصبحت صح، احلام من الناس اللي فعلا شافتها عملي وبداوا يظهروا وربنا كرمها وبقتش. بص يعني بعد ما اشوف كانت متاثره قد ايه. كنت متاثره ازاي يا احلام؟ قولي لهم كنت عامله ازاي ودلوقتي بقيتي عامله ازاي. قولي لهم. دي تجارب شخصيه، ناس خبره مرت بظروف صعبه في حياتها، ناس ما اثرتش كل خير. فالناس دي مش بتشوفهمش. هتلاقي ناس كتير بتدخل معانا هتقول لك ان هي مبقتش شايفاهم. يعني سبحان الله بتلاقيهم يظهروا اول ما بتتعافى من الخذلان والوجع والالم والظلم وكل ده. اول ما بتبدا تفوق هتلاقيهم يظهروا. سبحان الله. وهتضحك ساعتها، هتقول معقوله انا كنت شايف الناس دي؟ هتستغرب. هم اليوم اللي خلاص، هم اليوم اللي زيهم، احنا مش شاغلين بالنا بيهم، احنا مش شايفينهم. بس انت بتستغرب ان انت مينفعش كان، بس ماشي خلاص. بس سبحان الله بيظهروا. فساعتها مش تبقى شايفهم ولا حاسس برسائلهم ولا بكلامهم ولا بصوتهم. يعني ناس كتير مرت بهذه الظروف تبقى شايفهم صغير قد كده بالنسبة لك. ما بنقولش ان هم كده، احنا بنقول بالنسبة لك مش شايفهم. مش خلاص انت شايف حاجات اهم، عينك فتحت، بقيت عارف قيمة نفسك، عارف مين اللي ينفع ومين ما ينفعش، عارف شخصيتك، عارف انت سوي، انسان سوي. لكن مش هتبص يعني دايما، مش هتبقى شايف الناس اللي مش اسوية قوي دول. عارف انت الناس اللي دايما بص لغيرها ومستكتر عليك اي حاجة ويكلمك كده وما فيه شوية مغلول شوية. ما انت مغلول من ايه؟ ما احنا مش شايفينك. انت ايه جاي لك منين الغل؟
جايلك منين؟ فسبحان الله بتلاقي فيهم حتة كده غريبة، نفس الحتة الغريبة اللي كانت في الأول يوم ما سابوا علاقة حقيقية. هما سابوا علاقة مش هتتعوض، سبحان الله سبحان الله. هما سابوا علاقة مش عارفوا يعوضوها لو عملوا ايه يعني، سبحان الله. علاقة كانت الحاجة الوحيدة اللي حصلت لهم حلوة في حياتهم، اللي مش عارفوا يكرروها يعني. حياتهم بقت مليانة يعني هوا بعديكوا صراحة. إيه، ولازم يندم عليك لأنه هيعرف قيمتك بعد ما يشوف اللي شبهه. ما هو اللي شبهه مش هيريحه، اللي شبهه أصل هو يشوف كان شبهه وحش، مش وحش في الشكل، وحش 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 يعني، وحش بالنسبة له يعني. شكله كان اللي شبهه هتلاقيه بيظلم ويغزل برضه، فاهم؟ واسلوبه مش حلو في التعامل لما بيعرفوا بعض. فتخيل اتنين مع بعض شبه بعض، بيحصل ايه؟ بتحصل حاجة زي قفلة. فهم الله يكون في عونهم. فهيجي يندم بقى على الشخص الوحيد النضيف اللي كان متحمل العك ده. كان في عك حاصل، فكان متحمل حاجات مش زيه. ما هو مين اللي يصبر عليه غير حد اصيل؟ ما حد مش اصيل ما بيصبروش على اللي مش سوي. اللي مش سوي ما بيصبروش على بعض، ما ينفعش يصبروا على بعض، ما بيعرفوش يا عيني. فالله يكون في عونهم. الناس دي تصعب عليك دول شو يعني، ما مش هتشوفهم. الناس دي ما بتشافش، هم فاكر نفسه متشاف، هو دي مشكلته. هو بيبقى فاكر نفسه متشاف، وانت يا عيني انت بيمشي من قدامك، انت ما بتبقاش شايفه، بيبعت لك كلام او يظهر او ايا كان ما بتشوفوش، وبتستصغر الحجم اللي انت كنت فيه معاه. يعني ازاي انا مريت معاك بفترة انت عمال تصغر في عناية ليه؟ بس هم اللي ساعدوا على كده طبعا. هم يعني بنحييهم ان هم فعلا وضحوا قيمتهم الحقيقية. ده انت تفرح ان حد بيوضح لك قيمته الحقيقية، انه قفل بقى ووقف وقال خلاص لا كفاية بقى، انا لازم اوضح لك قيمتي الحقيقية. انا مش زيك، انا ما اشبهكش، انا اشبهك انما ما اشبهكش. خلاص، فهم مش شبهك، هم مش شبهك، مش زيك، فما ينفعش تبقوا مع بعض. يعني الاشخاص اللي تبقى زي بعض تبقى مع بعض، بس الاشخاص اللي زي بعض منهم هم اللي زيهم مش هيقدروا يكملوا مع بعض برضو، لان هيعرفوا بعض، هيلاقوا بعض مش طايقين بعض. معقول انا بالسوء ده؟ فهيبقى شايف نفسه في المراية، فمش هيقدر يكمل مع الاشخاص اللي شبهه. لكن هو كان، انت بالنسبة له كنت اصيل وحد بيتحمله، فسبحان الله يندم عليك بقى ساعتها. فهمت؟ مهما وصل ومهما عرف ومهما اتعامل ومهما وصل في حياته كلها يندم عليك. هيعرفوا قيمتك فساعتها بيظهروا. يجي تلاقيه كده ايه، راح بيفكر بقى يقول مين اللي يستحملني انا بشكلي ده او بشخصيتي دي يعني. فيقعد يفكر مين اللي ممكن يستحملني. انا اقصد الشكل يعني شخصيتي، يعني شخصيتي اللي هي ممكن تظلم، ممكن تغزل، ممكن تفتري، ممكن تدمر، ممكن تضايق، ممكن يعني صعب في التعامل. مين بقى اللي يستحملني؟ يعني مش سوي. انا بتكلم عن الناس اللي مش اسويه. مين اللي ممكن يتحملني؟ يفتكر بقى الناس اللي هي الطيبه الجميله اللي طحنت، اللي انا طحنتهم دول. يقول لك ايه، ما انا طحنت الناس دي انا مرمطتها واستحملوني، ايه الناس الجميله دي؟ وانا معقول ما كنتش شايف كده؟ ويجي بقى يندم ويجي يقول طب ما بدور كده خليهم يستحملوني شويه عشان قرفان من نفسي، ويروح يدور عليك. فطبعا ايه، وقت الندم وقت لا ينفع الندم، بلا رجعه. عارف انت الحاجه لازم لما خلاص خلصت تروح قايل بلا رجعه، بلا رجعه وبلا رحمه. مش ما ترحمهمش، ان انت رحمه ربنا كبيره، والخير في امتي الى يوم الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، انت لازم يبقى فيك خير. عايز والله تعفو عنهم اعفو. انا بقول بلا رحمه ان انت مش هتنزل من نفسك تاني وتوقع نفسك. بلا رحمه انك ترجع لعلاقه تاكدت ان هي ظلمتك، تاكدت ان هي دمرتك، تاكدت ان هي فعلا لا تصلح ليك، وان انت عرفت قيمتك بقى وشفتها ان انت اكبر فاكبر فاكبر فاكبر، وهم اقل في اقل في اقل في اقل. فمش ماشيين مع بعض. هم اليوم اللي زيهم مالناش دعوه بقى، احنا مش شاغلين بالنا. فانا مش عايزك تشغل بالك، انا عايز اوصلك انك تركز بقى في نفسك. الناس دي فعلا هترتاح يوم ما تعرف قيمتك وتعرف قيمتهم. خلاص، مشغلش بالك خالص. الناس دي ما بتشغلش بال بيها، هم اصلا ما بيتشافوش. ما تشغلش بالك بقى، الناس دي ما بتشافش. خلاص بقى شويه بقى، خلاص فوق لنفسك بقى. هتضحك اصبر معايا وهتضحك. خلاص اتفقنا. وتيجي تقول لي انا ضحكت، بس اهم حاجه تيجي تقول لي ان انا ضحكت. هتضحك ولا مش تضحك؟ هتضحك ولا مش نويت تضحك؟ مستعد معايا انك تضحك؟ مستعد انك تبتسم؟ لسه في امل. الله سبحانه وتعالى لسه في امل، والدليل ان انت بتسمع هذا الكلام.
ده فضل من الله، دي مش شطارة مننا، مش شطارة خالص. اسماء ربنا يخليك يا اسماء، دي مش شطارة لكنه فضل من الله، عشان ربنا مش عايزك. هي احلام ضحكت اول امبارح، دي حقيقة، احلام ضحكت اول امبارح، ظهروا فشوية وهتلاقيهم يظهروا، وضحكت استغربت ان هي كانت في هذه فكل مدى عينك هتفتح معايا وهتشوف حاجات. فكل المطلوب منك انك تستعد وتدعم معانا هذه الرحلة عشان نوصل لاكبر قدر ممكن من الناس، لان في ناس كتير عايزينهم عينهم تفتح وتشوف ان هم هيضحكوا، وتشوف الناس دي على حقيقتها، وتشوف نفسها على حقيقتها بقى. لان لو انت فوق بقى وتقوم وتركز في شغلك وحياتك بقى وتنجح بقى، وتنجح في الحتة اللي انت فيها. حتى لو بتربي نشء، انت ام جميلة وانت اب جميل، بتربوا نشء وبتعمروا في الارض، فانت بتعمل خليفة في الارض. ربنا خلى الانسان خليفته في الارض، فلما تعمر في الارض فانت بتعمل، ما فيهاش ندم. هو حد يقول لي انا انفصلت وفي اطفال او كلام، ما فيهاش ندم. الاطفال دي احلى حاجة حصلت لك، لان ده ما فيهوش ندم. لان الاطفال تيجي يبقى ده عمار في الارض، خلصت، ربنا جابهم عشان ده بتعمر في الارض. فما شغلش بالك، انت بتعمل خير كبير، بتعمل هدف كبير، انت تشال على الراس. فلازم تأمن بهدفك ايا كان هدفك وتدافع عنه، عشان كده هتبقى احسن واحد فيه ايا كان الهدف الصغير اللي انت هتقوم. فالناس دي ما بتشافش، صدقني ما بتشافوش. فاحلى حاجه ان انت عينك مش شايفاهم خلاص يا عيني. وكمان ايه، انت مش شويه ومش هتشوفهم، مش بتشوفهم قصد، يعني ما بتشوفهمش قصد، انت شويه مش تبقى شايفهم حقيقي، يعني عينك مش شايفاهم. الناس دي حاسة النظر بتاعتك مش شايفاهم. عارف انت ربنا لما قال في القرآن بصرك اليوم حديد، ده ان شاء يعني كلنا هنمر بالمرحلة دي، يعني ربنا يديكوا طولة العمر، اللي هو في لما تجيلك بقى لحظة خروج الروح، عينك ساعتها بتشوف حاجات ما كنتش شايفها، عينك بتخترق بقى. بصرك اليوم حديد، بتشال بقى ايه، وقال لك حديد يعني شرب، الحديد ده مادة قوية جدا. فبصرك بص عامل ازاي، حديد. فانت عينك بدأت تشوف، بدأت تبقى قوية دلوقتي، بدأت تبقى يعني قوية. منقولش حديد طبعا، الحديد دي في حتة تانية، في موضع تاني ان شاء الله. ربنا يكرمنا بحسن الخاتمة جميعا يا رب العالمين. لكن عينك، بصرك بدأ يفتح، لان انت كنت شايف ساعتها، عينك ما كانتش شايفة. فشوية وانت مش هتشوفهم، الناس دي مش هتشوفهم فعلا، عينك بتفتح فمش هتشوفهم. سبحان الله، يعدوا قدامك كده بقى حديد بيخترقهم، مش شايفهم، انت باصص لسه ما وصلش للحديد بس انت شايف لمدى بعيد. ربنا كرمك وبدأت تشوف، بقى في بصيرة. كان في الاول ما فيش بصيرة للدرجة اللي هي كما يجب ان يكون، لكن الحمد لله ناس كتير من اللي كانت معانا كان عندهم حكمة وصبروا على ناس ما كانش تصبر عليها، لكن ما قصرتوش. فانتوا احسنتوا، احنا بنتكلم على العلاقات المؤذية المنتهية، احسنتوا. ميري طبعا بندعمها وبنحييها. نونا اللهم ارزقنا حسن خاتمة، امين يا رب، اللي جاي افضل ان شاء الله. رانيا اطمني، ربنا يعوض عليكي خير يا رانيا ان شاء الله، يعمل لك الخير وتطمني اللي جاي ان شاء الله يريحكم، هيريح قلوبكم يا ناس يا جميله يا طيبه. الناس الجميله اللي بتتابع رشا معانا ولا مشيت؟ رشا فين؟ مهندسه رشا طلعت ولا لسه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. انا عايزكم بقى الفتره الجايه باذن الله تبداوا معانا رحله حقيقيه كلها فرحه وسعاده وامل، وتعرف ان في امل كبير للتعافي. عينك هتفتح وهتتغير. كل واحد فيكم انا عايزه يبقى مصطفى بوشناق، يعني نفس اللي انا بقوله عايزك تقول، عايزك تحسه، عايزك تقوم، عايزك تبدأ. ولاد الأصول كلهم طالعين من نبتة واحدة، الحمد لله رب العالمين. كوكب ولاد الأصول كل ما اروح مكان بلاقي نفس النبتة الجميلة دي من عند الله. نبتة كوكب ولاد الأصول، نبتة ولاد الأصول ده ربنا اداك حتة كمان ليك بقى، افرح. ناس الذوق الجميلة المحترمة اللي بتتابعني من كل مكان، بلاقي فيكم نفس الحتة البيضة، النبتة الحلوة الجميلة اللي من عند الله. الحمد لله رب العالمين. اطمنوا، الخير جاي وهتتعوضوا هتفرحوا قريب قوي يا ناس يا جميلة يا محترمة. وصلوا رحلتنا لأكبر قدر ممكن من الناس الجميلة اللي بتنورني في كل مكان.
صدقوني هتتعوضوا وهتفرحوا وعينك هتفتح ومش هتبقى شايف الناس اللي ظلمتك وخذلتك حقيقي، مش هتشوفهم حقيقي بنفس المعنى، وهيظهروا وهتلاقيهم يظهروا أول ما تبدأ تتعافى. وتبدأ تتعافى يا نونا. قبل البشرى زي ما ناس الحمد لله رب العالمين كتير قبلت البشرى وربنا بشرها بالخير وتعوضت، منهم تغريد، منهم أحلام ربنا كرمها برضو بدأت تفوق، منهم رشا ربنا عوضها وكرمها، والناس الجميلة اللي معانا اللي بتتابعنا من كل مكان. أنا بحييكم وبفرحكم وبقول لكم إن في أمل كبير للتعافي. تغريد جات لسه جايب سيرتك يا تغريد، وعليكم السلام. قلت لهم بقى على الخبر الجميل اللي انت قلت لي بقى، معلش اعذريني ان انا قلته، بس انا عايز الناس تفرح، وانا حابب برضو انت تقوله لهم بنفسك، يعني يا ريت تقولوا قبل ما هي تقول انا قلت ايه على تغريد قبل ما تخش. يلا يا جماعه، لو الناس اللي كانت معايا من الاول انا قلت ايه على تغريد قبل ما تخش، والله انا ما قلت لها تخش، وسبحان الله هي فيها شيء لله، يعني هي حست ان احنا موجودين، انا دي قدامكم انا اتكلمت عليها وهي حست فيها شيء لله، التغريد فيها شيء لله، فيا ريت تقولوا لها انا قلت ايه عشان تعرفوا ان الرحله دي من عند الله، ليس صدفه، والله ما صدفه، لكنها من عند الله. يا تغريد انا لسه قايل عليك، قولي لها يا احلام انا لسه قايل ايه على تغريد. احلام تقول لك كانت ما كنت معانا وانا بتكلم على تغريد يا احلام، قولي لها انا لسه قايل ايه على تغريد، يا ريت تقولي لها، قولي لها انا قايل ايه على تغريد دلوقتي. سبحان خلق الله، سبحان الله سبحان الله. هو ده واقف لي من الصبح، ده مش عايز يمشي، عايز ايه يا عم؟ ده عايز ينضم لرحلة التعافي، شكله تعبان لسه برضو شكله لسه منفصل ولا حاجة. ده عايز يتخطى اهو معانا اهو، طير من الطيور عايز يتخطى، الراجل عايز يتعافى وجاي في رحلة تعافي. دي بقول لكم دي كرم من عند ربنا والله، ده كرم من عند ربنا، ده كرم من عند ربنا بإذن الطير عنده، باين الطير عنده والله، بقول لك والله ما صدفة، والله ما صدفة، دي من عند الله. يا الله، والله واقف لي من الصبح كده مش عايز يمشي، بيمشي شوية ويرجع تاني. سبحان الله سبحان الله، دي يعني جميلة. طبعا رسائل الله لازم نؤمن بيها كلنا. ايوه لازم ينضم، ده برضو كوكب ولاد الاصول، يخش في كوكب ولاد الاصول ده. بس هتلاقوا اللي بيقرب مننا مين؟ اللي فيهم حاجة حلوة. طب ما هو الطير ده فيه حاجة حلوة صح ولا لا؟ ما ايه اللي خلاه يقرب مننا؟ ده حاجة، ده من عند الله بقى، حاجة جميلة. فده دليل ان كوكب ولاد الاصول ده فعلا بيقرب منه الناس اللي فيها حتة بيضة. ما انا عشان كده بقول لك النبتة دي شايفها في كل حتة، والله العظيم شايفها في كل حتة، شايفها في كل دول العالم. اي حد بينضم اليا ولاد الاصول، كوكب ولاد الاصول موجودين. انا موجود على السطح بدور على الصوت، فكرته عن تغريد. لا يا تغريد، شفت بقى تغريد؟ طب قولي لي رأي تغريد، قولي لي رأيك في الموضوع ده يا تغريد. انت جيتي على السيرة يا تغريد. فتغريد ان شاء الله هتتقالكوا كلكم، دعوتها مستجابة، امسكوا فيها بقى، دي دعوتها مستجابة بإذن الله، لأن هي إنسانة صالحة ربنا كرمها. انت عايز ايه يا عم؟ تعالى معانا، ايه اللي تعبك؟ قول لي مالك، حاسس بايه؟ بص، كل حاجة لازم تحس، كل حاجة بتحس، صدقوني صدقوني كل حاجة بتحس. فكل ده بيذكر الله، زي ما بقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم نادى شجرة جات له ورجعت تاني مكانها. سبحان الله سبحان الله. فده دليل ان اهو بيذكر ربنا اهو، سبحان الله سبحان الله الحمد لله. واحنا بنتكلم هتلاقي بقى حاجات جميلة موجودة، انها تدعي لنا في تعليق. انت ما قريتوش؟ انا قلت لها انها تدعي لنا في تعليق. ايوه انت هي قالت لي برضو احلام لما انا قلت ان انت طالعه حج، يا ريت تدعي لنا ان ربنا يكرمنا بالحج احنا كمان. ما شاء الله جميل قوي، جميل جميل. بص اوريكم شكله برضه عشان تشوفوه اهو، شايفينه؟ سبحان الله. ايه ده زعل من كل ده؟ كان واقف، اتكسف بان عليه. سبحان الله، وخاف ليه كده؟ شفتوا بقى؟ ايه رأيكم؟
عرفتوا بقى؟ عرفتوا اللي بقول لكم عليه؟ اه والله انا هدعي لكم كلكم، وباذن الله تعالى وعد مش هنسى حد. لو الظروف سمحت هكلمكم زي السنه اللي فاتت. يا ريت يا تغني. بس قولنا امتى بس تبقي موجوده. والله سيبها بالصدفه، والله هي بتيجي بالصدفه زي المره اللي فاتت. دخلتي بس بمنتهى الصدفه وهي في المكه، ودخلت وقالت لنا انا هناك. فهتلاقيها جت من عند الله سبحانه وتعالى، وليس صدفه زي ما قلت لك، لكنه من عند الله. يعني لازم نآمن برسائل الله، وسبحان الله ربنا بيبعت لنا حاجات كل مدى تقول لك لا انت ماشي في الطريق الصح. لا والله انا معاك. ربنا بيطبطب عليك من بعيد يقول لك انا معاك، مش هسيبك، مش هسيبك. بيجيب لك رسائل، بيجيب لك حاجه زي ريحه التعافي، زي كوكب ولاد الاصول، زي ناس جميله تقول لك كلمه حلوه، حد يدعي لك زي تغريد، وتبقى رايحه هتحج باذن الله. يا رب تمها لها على خير يا رب، و... ويكرمك ويكرمنا بهذه الرحله الجميله في لمكة وللكعبة المشرفة الحج بإذن الله. ربنا يكرمنا جميعا على الساعة يا رب. اللهم آمين يا تغريد، يا رب دعواتك وما تنسناش كلنا. كل واحد ينول اللي في باله، كل واحد ربنا يفرحه ويكبر خاطره ويعوضه عن كل سنين الوجع والألم. عوض بقى ايه جبر خاطر وعوض. يعني فعلا الناس تستعجب انت اتعوضت كده ازاي وبقيت كده ازاي. سبحان الله سبحان الله. يا رب رب كرمكم، انتوا تستاهلوا ده صراحة. تستاهلوا العوض الكبير والفرحة، والفرحة جاية، فرحة جاية. احنا بنبشركم بالخير، ولأي حد بيسمعني في رحلة تعافي حقيقية كلها فرحة وسعادة وأمل بإذن الله. ده أحلام مدياك الميعاد كمان. بصي عمرة بعد العيد. اه انت محتاجاها يا أحلام، دي بقى اللي هتخليكي شخص تاني. والله كلنا محتاجينها. انا اصلا رايح المرة دي جبر خاطر من ربنا ولكل حد وكلني بالدعاء. الله عليك يا تغريد. سبحان الله. بص تغريد فهمت المعنى اللي جالها من عند الله سبحانه وتعالى، لان كانت بتعاني الفترة دي، وربنا راح جابر خاطرها انه بيحبها. ربنا بيحبها. تغريد من الناس المخلصة، المخلصة والأصيلة. فطبعا هي موصلتش اللي انا بتكلم فيه ده من فراغ، لكن احنا شفنا ده فيها، شفنا ده فيها في الرحلة الأولى. هي مخلصة، تغريد مخلصة وإنسانة جميلة، فربنا هيكرمها كرم كبير. يا رب يرزقنا ازاي. فصدقوني اللي انت بتعمله سواء لنفسك او لله او لحد، او عملت عطاء كبير لناس، ما بيروحش هدر، وبتتعوض وبتجبر خاطرك. وحس بخطواتك مع الله. صدقني لازم تحس ان ربنا معاك، ماشي معاك خطوة خطوة، بيرتبها لك خطوة خطوة، وانت عمال تتوجع وتتألم، وهو بيخليك تشوف تقرب. صدقني استغفر كتير وقرب منه، وافرح افرح. وكل ما تزعل تروح ضاحك، تعمل كده تقول ايه؟ يا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صحيت من النوم قلقت وانت تعبان وقلبك وجعك، تروح ضاحك وانت نايم. بص اللي يشوفك جنبك او حد شافك من اهلك يقول عليك مجنون، هيقول الواد اتجنن يا عيني، او البت اتجننت من اللي حصل شافته. وتلاقيك بتضحك، وانت بتضحك يقول لك الملائكه بتضحكوا. هترجع بيبي. انت هتروح ضاحك، انت مبتسم كده وقال ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وانت بتتقطع من جوه. اتفرج على نفسك، اتفرج على نفسك، دوم على هذا بجانب طبعا الاستغفار والصلاة على النبي والقرب من الله، وانك ترضى باللي حصل لك. لازم ترضى باللي حصل لك، دي رقم واحد. تقول معايا الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. وربنا هيعوضك عوض كبير، ربنا هيعوضك عوض كبير. اتفقنا؟ اتفقنا يا ناس يا جميلة ومحترمة. اشوفكم على خير بإذن الله، ولينا لقاء آخر بإذن الله بإذن الله، وهدف سامي لوجه الله. انطلقوا انطلقوا للخير، انطلقوا لقيمتك الحقيقية. فوق معانا وقوم، ونبدأ مع بعض رحلة إن شاء الله. هنبقى مع لايف على طول، وفي رحلة على الفيس يا ريت تتابعوها، وعلى اليوتيوب، وعلى يعني موجودين في كل المنصات والانستجرام. خليكم معانا ودايما معانا بإذن الله. وتغريد ربنا يكرمك ويتممك على خير. أحلام ربنا يكرمك. نونا ربنا يكرمك ويعوضك. ميري ربنا يعوضك ويكرمك. كل الناس الجميلة في رحلة التعافي في كوكب ولاد الأصول، أنا بقول لكم ربنا يكرمكم ويعوضكم خير، ودعواتنا ليكم. وتغريد إن شاء الله تدعي لكم إن شاء الله في الحج بإذن الله. يا رب ادعي لنا جميعا يا تغريد، الله يخليكي، إن ربنا يكرمنا بزيارة بيت الله الحرام و... والمسجد النبوي، ونزور الرسول صلى الله عليه وسلم.
بإذن الله بكرم من عند الله، لأن احنا فعلا محتاجين القرب، محتاجين القرب من الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقودنا في هذه الرحلة هو الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمالك وكماله. ربنا يكرمك يا محمد انت وكل الناس الجميلة بحج بيت الله. امين يا رب العالمين. لك المثل. جبر الله قدرك ويكرمك بحج بيت الله في القريب العاجل يا رب العالمين. آمين يا رب جميعا يا رب. آمين. وكل اللي بنحبهم ربنا يكرمهم، وكل اللي معانا في كوكب ولاد الأصول اللي أنا فعلا بسعد بيكم، وفعلا يعني ما بلاقوش كتير، ما بلاقوش غير هنا، والناس دي فعلا مش موجودة كتير. فداعين لكم كلكم. ازيك يا بسمة، اخبارك ايه؟ عامله ايه في رحله التعافي؟ الناس اللي معانا في رحله التعافي بنقول لهم اطمنوا، بنبشركم بالخير ان العوض كبير، ورسائل الله بتناديك وبتقول لك يلا قوم. رساله من عند الله. ديك شفتوا كنا قاعدين بنتكلم والاخ ده قاعد لنا من الصبح، الطير جنة وقاعد شفته كان بيعمل ازاي من شويه. فده رسائل من الله بيقول لك يلا يلا في رحلة التعافي اهو، عايز انضم لينا في رحلة التعافي. هتلاقوا الناس اللي فيهم مش الناس يعني الطيور، حتى الحاجة البيضة اللي من عند الله، اي حاجة فيها حتة بيضة بتنجذب لهذا الكوكب الولد الأصول، لان انتوا فيكم حتة بيضة جميلة لسه ما اتخذلتش. فعلا والله رسالة من عند ربنا. ايوه مش صدفة وجودنا في هذا اللايف، لكنه من عند الله. عشان كده ان شاء الله الرسالة السامية اللي احنا بنقدمها رسالة لوجه الله بهدف سامي، هنوصل لأكبر قدر ممكن بإذن الله لولاد الأصول ان شاء الله، لو ربنا رايد لنا الخير جميعا. واكيد ربنا ما بيريدش الا الخير، لكن ربنا يكملها بالستر والخير، ونكون يا رب يعني يستخدمنا ان احنا نقدر نعمل حاجة، ونقدر ان احنا نكون سبب ولو بسيط في الناس تقدر تثق في نفسها من جديد وتقوم على رجلها من جديد. واللي يكبر خاطر حد ده ثوابه كبير قوي، هتغير حياتك، هتغير حياتك بجبر الخاطر، او تقف جنب حد كان في مأزق. فاطمنوا. قولي يا بسم، قولي يا بسم، قولي يا بسم، قولي يا بسمة. ومعاكي ناس هنا ولاد أصول جميلة قوي، ناس أصارت، ناس تعبت في حياتها وعانت. انا بس هخلي الناس اللي معانا ترد عليك وانا بعديها هرد، بس انا عايز الناس ترد عشان تعرفي الناس الجميله اللي معانا وتسمعي اراء كتير هتفرق معاكي كتير قوي، وفي الاخر ده رايك. انا لسه بقول ايه؟ او اقولوا لها انا لسه بقول لهم كده، انا لسه بقول الكلام اللي انت بتقوليه ده، لسه بقول اول ما تتعافى من الخزان والوجع، اول ما تبدا تفوق هتلاقيهم يظهروا. سبحان الله. بس المفروض ان انت بتبقاش شايفه يعني، شوية وما بتشوفهمش حقيقي، عينك بتفتح، ربنا بيبقى علمك خلاك تشوف اكتر، وما بتبقاش شايف، بتعرف قد ايه هما كانوا كده، كانوا قد كده. انت بتلاقيهم صغروا في عينك، انت بتستغرب، بتقول ازاي، سبحان الله. هو بتضحك. فانا قلت لكم اضحكوا الفترة دي، اضحكوا اول ما تشوفوا المنظر ده، اضحكوا، هتلاقي نفسكم سبحان الله هتلاقيهم يظهروا، هتستغرب تقول ازاي. هو بقى الناس الجميلة اللي معانا هتقولك اللي احنا قلناه النهاردة، وتفهمك اللي وصل لهم. انا عايز اعرف الناس وصل لها ايه بقى من اللي احنا قلناه. ردوا على بسمة، كلنا نرد على بسمة ده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمالك بكماله. يلا بينا نبدأ هذه الرحلة الجميلة لإخواتنا في كل مكان اللي بينورونا. يا ريت كلنا نرد على بسمة الأول من فضلكم. أحلام فين؟ أحلام هتقولك برضو، أو نون أسماء قالت لك أو كلام أهو. اسمع أحلام بقى، أحلام قولي البسمة. أحلام ردي على بسمة، لأن أحلام حصل لها موقف قريب من موقفك شوية. أحلام ردي على بسمة، لأن أحلام كانت بتقول دلوقتي إن هم فعلا بدأوا يظهروا، بدأنا وفعلا صح إن إحنا مبقناش شايفينهم. أحلام كانت بتقول كده من شوية. أحلام معانا؟ يا ريت يا أحلام تردي على بسمة من فضلك، ردي على بسمة في اللي بتقوله. كلنا نرد على بسمة يا جماعة. بسمة عايزة تعرف رأيكم دلوقتي.
نونا ربنا انت بتعملي انجاز وتشالي على الراس، فعلا تستحقي كل تقدير. انت بتقولي ام الايتام، عارفه يعني ايه ام الايتام؟ يعني انت انسانه بمعنى الكلمه قادره تشيلي المسؤوليه الكبيره. ربنا حطك في هذا المكان لان انت تستاهليه وتقدري عليه. صدقيني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تقدري. عارف المسؤولية كبيرة، لكن انت جواكي حتة بيضة جميلة هتدعمك، ومش لوحدك. انت مش لوحدك يعني، صدقيني ما لوحدك. ربنا واقف معاكي ومش هيسيبك خطوة بخطوة، وهتلاقي ناس جميلة زيك هتدعمك ومش هيسيبوكي. صدقيني يا نونا. فاطمني ايه. اهو احلام بتقولك بعد ما تتعافي يا بسمة هيظهروا كأنهم اشخاص عادية وتضحكي والله. ساعتها هتضحكي، هتحسي ان هم قد كده وبيصغروا. فانت ما تديش فرصة لحد يتحكم فيك. خلي بالك هو دلوقتي بيجس نبضك. ده جس النبض. هو اللي هو بيعمله ده فضول، او عايز يشوف مكانته عندك مش عشانك. عايز يشوف مكانته بقت ايه. بيقيس على نفسه حاجة معينة، فاهمة؟ مش راجع عشانك، راجع لمصلحة. ف خلاص بعد الظلم والخذلان والوجع والألم، انتي اكتر واحدة عارفة هل انتي ظلمك ولا لأ، خذلك ولا لأ، هل عانيتي ولا لأ، هل مستعدة ترجعي لنفس الوضع اللي انت كنت فيه. افتكري انت قمتي ازاي بعد ما كنت في معاناة شديدة، محدش حس بيكي في ليل الوحدة، محدش حس بيكي، ودمعتك وحياة كل دمعة دمعتيها تفتكريها ان انت مريتي بظروف صعبة ودمار في الروح. ومفروض ان انت عرفتي ان العلاقة مش حقيقية. لو عارفة غير كده اعملي اللي انت عايزاه. زي ما انا قلت من شوية، قلت لكم ان هم شويه وبيرجعوا لكم تاني، لان ما بيلاقوا بيظهروا ليه، لان ما بيلاقيش اللي زيك. ما بيلاقيش اللي زيك، بس يا ريت بيبقى ندم. بس المشكله ان انت بتقولي مستخسرك. ما هو ما يا ريت يبقى كده. في ناس بقى بترجع زي ما قلت لك عشان بيشوف هو ايه عندك، اللي هو عارف بيجرب نفسه كده، بيكس نبض. انها مش ليك، مش جايه لك انت. فبلاش. عايز يشوفك لسه تحت سيطرته ولا لا. فطبعا انما انت بتقولي دي بتقول حاجة تانية. بتقول ان هو راجع عشان مستخسرك، حاسس ان انت ندمان على اللي حصل، اتغير. الكلام ده طبعا بيبان. وطبعا التغيير ده بيبقى قصة تانية خالص. وحتى لو اتغير ما بقاش كده، ما بقاش الموضوع كده. الموضوع لا، انت خدتي موقف بناء على حاجات معينة. فانت اكتر واحدة هتبقي عارفة انت خدتي الموقف ليه، وهل تقدري ترجعي لهذه النسخة، ترجعي بالوقت لورا ايام العذاب اللي انت شفتيه. اصل هما مش هما، يعني انت عارفة ان هما مبقوش هما. مش هما النسخة القديمة قوي اللي في الاول، اللي كانت مهتمة واللي كانت محترمة واللي كانت جدعة واللي كانت بتهتم واللي كانت تفكرهم ناس جميلة. مش هما. انت دي نسخة قديمة مش موجودة خلاص، فاهمين؟ فهو ده اللي بيخليك ان انت فاكر ان دايما ساعات تحن لهذه النسخة دي مبقتش موجودة. الحاجة الحقيقية الوحيدة هو انت، اللي ربنا فتح عينك وخلاك تعرف قيمتك وقيمتهم. عشان كده شوية ومش هتبقى شايفهم الناس دي، وهتضحك هتضحك لان الناس دي ما بتتشافش. اللي زي دول ما بيتشافوش. فمش غيرش بالك بيهم بقى، مهما يوصلوا مهما يعملوا مهما يسووا، احنا مش فايقين. احنا ملينا حياتنا وعايزين نقف على رجلنا ونقوم. ان لازم كل واحد يعرف حجمه الطبيعي او لايق على ايه. انت مش زيه، هما مش زيك، انت سوي. فانت لو حد مش سوي، فانت ولاد الاصول هيتعاملوا معاه مش هيبقوا شايفينهم اكيد اما يعرف قيمته. فانتوا عرفتوا قيمتكم. فعلى بركة الله، واشوفكم على خير بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ان شاء الله لينا لقاء اخر، واشوفكم على خير. هتتعوضوا باذن الله، وربنا يكرمكم. تستغفروا كتير وصلوا على النبي، وحاولوا النهارده تصلوا ركعتين كاملين. مهم جدا. هتنور بيتك، هينور حتى لو انت مضلمه، هينور حتى لو انت طافي النور، هينور. الملائكه هتشوفه منور، وربنا معاك وما هيسيبك، وماشي معاك خطوه بخطوه. اطمنوا، الفرج جاي والعوض جاي. انا ببشركم بالخير يا ناس يا جميله يا محترمه. امين يا رب جميعا يا اسماء. واشوفكم على خير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. لنا لقاء آخر بإذن الله. تحياتي ليكم، مصطفى بوشناق كان معكم.